المفروض يكون المستوى بتاعنا في كل مهاره او معرفه من المهارات اللي اتكلمنا عنها، سواء كانت مهارات اساسيه او متخصصه او متقدمه. في موديل لذيذ جدا في اللين 6 سيجما اسمه DMAIC، ناس بتنطقه ديماك، ناس بتنطقه ديمايك anyway. يعني الموديل ده موديل لذيذ جدا جدا، واحنا كمان بنستعمله في الصيانه. خلينا ناخده واحده واحده ومنه نحط المستويات المعرفيه بتاعتنا المفروض تبقى عامله ازاي. دي فور ديفاين، بتقول لك والله اعمل ديفاين للحاجه دي بتعمل ايه وبتعمله ازاي. ناخد ده ليفل واحد، ان انت لازم تبقى انت عارف كل حاجه من دي بتعمل ده بتعمل ايه وبتعمل ده ازاي. تاني مرحله الميجرمنت، فور ام ميجرمنت، ودي انت محتاج ان انت تعرف فيها حاجتين. الحاجه دي انت هتقيس او هتعرف هي بتقوم باداء وظيفتها ازاي، والمفروض القيم بتاعها يطلع قد ايه. فنقدر نعتبر ده مستوى 2. انت عرفت دلوقتي او فهمت دلوقتي الحاجه دي بتعمل ايه. رقم 2 هتحكم عليها هي سليمه ولا بايظه ازاي. تالت ليفل عندنا هو مرحله الاناليسز، هي الحاجه دي باظت ليه. انت محتاج تفهم وتحلل ايه الحاجات اللي بوظتها، ايه الاسباب اللي عملت كده ووصل، وازاي ان انت تقدر تمنع حدوث ده مره تانية. بعدها تيجي مرحله الامبلمنتيشن، اللي هو ازاي انت هتطبق بقى اللي انت عملته في اللي انت اقترحته في الاناليسز ده. وهنا بقى انا بغير شويه في الموديل وبحاول احط ان في المرحله بتاعه الامبلمنتيشن انت محتاج تكون عندك الدرايه بازاي تحمي المكونات بتاعتك دي من الفيلير، وايه الاجراءات اللي انت هتاخدها فيها سواء كانت خطوات تنفيذيه فعلا. اخر ليفل هو ليفل الكنترول، وانا برضو هخرج بره الموديل خالص في جزء الكنترول ده، وهقول لك ان انت ازاي تطبق الاربع حاجات اللي فاتوا دول، اللي هو ازاي انت تبقى محدد حاجه بتعمل ايه، تعملها ازاي، القياس بتاعها هتقيسه ازاي ومفروض يطلع كام، ازاي ان انت هتحلل الاسباب الجذريه للمشكله، وازاي ان انت هتحمي الجزء ده من العطل، وتعمل ده لمنظومه كامله مكونه من مجموعه حاجات تانية. يعني انت بمعنى تاني طبق الموديل على حاجه اكبر او على منظومه اكبر تربط ما بين التروس وما بين الهيدروليك سيستم مثلا يعني. وهو ده المستوى الاخير اللي انا شايف ان انت المفروض توصل له تبقى متمكن منه عشان تقدر تشتغل في الصيانه بشكل كويس.